بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. كلنا قلنا والله خطوه حلوه جدا ان كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الاول والاساسي والرئيسي يطلب مواجهه المغرب وديا، وكلنا وحتى جريده المنتخب المغربيه قالت القصه دي، وقالت ان منتخب مصر بيفكر او بيدرس مواجهه منتخب المغرب وديا. قلنا ايوه بقى مواجهه جامده جدا. هتقولنا المغرب ناو از ناو، زي ما قلت لك قبل كده ان احنا يعني مع المنتخبين منتخبنا بيتألق، ودي اقصى حاجه ان احنا ممكن نوصل لها مع المغرب. مع ايه؟ المغرب. فجأة كابتن حسام حسن زي ما حضرتك شايف كده قال لك انا ما قلتش انا عايز يعني اقابل المغرب، ولا اتكلمت في قصه المغرب، ولا في خطتنا ان احنا نقابل المغرب. احنا ما عندناش وديات مع المغرب، احنا عندنا ودية واحدة بس مع نيجيريا بديسمبر، ما عندناش اي حاجة تاني. لكن المغرب نقابل المغرب، نلعب مع المغرب، ما فيش الا ودية واحدة بس في ديسمبر. ده احنا رايحين بطولة الامم الافريقية، هي ودية واحدة لغاية دلوقتي في ايه؟ مع نيجيريا في ديسمبر. والمغرب ما اتكلمناش مع المغرب، والمغرب ما قلناش حاجه عن المغرب. ومواجهه المغرب قبل البطوله دي، ده في المغرب، البطوله في المغرب، لما قابل المغرب وافوز عليها حتى في المغرب او في مصر ببعت رساله جامده جدا. المنتخب المصري جاي بكل قوته، خدوا بالكم يا افريقيا. مفيش زي ما سيادتك شايف كده ان احنا ما اتكلمناش ولا اتفقناش مع المغرب على اي مباراة ودية، اي نيجيريا فقط. عجبت لك يا زمن.